تقرر متابعة المسمى إلياس المالكي في وضعية اعتقال السيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة. قرر متابعته ووضعه على الاعتقال الاحتياطي وإحالته على جلسة الغد الجمعة على الساعة 1 ليحاكم أمام غرفة الجنح الابتدائية. وقد تبع بالأفعال الآتية: نشر ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة، السب والقذف في حق شخص أو هيئة منظمة، انتهاك الآداب من خلال الإخلال العلني بالحياة عن طريق العري المتعمد أو البدء في الإشارات، إخلال العلني من خلال العري المتعمد أو البدء في الإشارات في مكان قد يتطلع إليه العموم أو قد يتطلع إليه القاصرين. تبع أيضا بالتحريض على التمييز والكراهية، وذلك بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوهة في الأماكن العمومية، المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية. تبع أيضا بالمادة 498 التي تعاقب من سنة إلى 5 سنوات، الغرامة 500 إلى مليون درهم من أجل إعانة أو مساعدة أو حماية ممارسة البغاء أو جلب أشخاص بأي وسيلة كانت. تبع أيضا المادة 499 اللي كترفع فيها العقوبة إلى 10 سنوات إذا ارتكبت جريمة الدعارة أو التحريض على الفساد تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة، أو إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخاص محددين. تبع بالمادة 497 اللي كتعاقب بالحبس من 2 إلى 10 سنوات والغرامة من 20,000 درهم إلى 200,000 درهم من أجل تحريض القاصرين دون 18 على الدعارة أو البغاء أو التشجيع عليها أو تسهيلها. أخيرا تبع بمقتضيات المادة 1/8 من ظهير 1994 المتعلق بالمخدرات، وذلك من أجل جنحة حيازة واستهلاك المخدرات، المعاقب عليها من 1 إلى 5 سنوات. سردت لكم المتابعات والوضع ديالو أنه تم اعتقاله حاليا. ليس معناه أن هذه العقوبات اللي سطرت أنه عبارة عن أحكام، هذه فقط الآن متابعات. هو بريء إلى أن تثبت إدانته في إطار محاكمة عادلة. فقط توضحت لكم المتابعات والإطار ديال المتابعات اللي غيتحاكم على ضوءه غدا على الساعة 1 بعد أن يمثل في وضعية اعتقال أمام غرفة الجنح بابتدائية الجديدة. بهذه المتابعة تكون خلية زيرو تفاهة التي المشكلة من عبد ربه ومن زميلي الأستاذ أحمد الشاتو الذي تكلف بتحرير الشكايات، باعتبار أن هذا الاختصاص معقود له لأنه هو اللي كيحرر الشكايات، وبعد إرفاقها بالأقراص المدمجة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لشكلت جسم الجريمة ولمدتنا بها الخلية التي تشتغل في الكواليس. وبالتالي خلية زيرو تفاهة تكون قد سجلت اليوم نصرا وأبصمت على نتيجة إيجابية، وسجلت انخراط النيابة العامة مشكورة هنا بابتدائية الجديدة، والسيد وكيل الملك الأستاذ المسعودي مشكور، هذا الرجل الذي يطبق القانون بكل جرأة. وبالتالي فالشكر موصول له. نحن على العهد الذي قطعناه مع المغاربة من أجل محاربة التفاهة في كل مكان، نجوب المغرب شمالا وشرقا من أجل إيقاف الجانحين والمخالفين للقانون أو الخارجين عن القانون الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي للمس بكرامة وسمعة المغاربة. أكثر من ذلك، ربما اعتقد البعض على أن الشكاية في مواجهة المدعو إلياس المالكي اقتصرت على فقط شكاية ديال أصحاب الطاكسيات. نقول لهم لا، نحن فاجأناه بشكاية مفصلة أو شكايتين مفصلتين فيهم كل هذه الوقائع اللي الآن تتابع عليها: الكراهية، تمييز، إخلال العلني بالحياة، تعريض على الدعارة، إلى غير ذلك من المتابعات اللي تسطرت بناء على الشكاية اللي قدمتها الخلية. ما كانش يعني فقط اقتصرت على السب والقذف، هما عندهم السب والقذف فقط، أما نحن عندنا المتابعات الأخرى: تمييز، إخلال العلني بالحياة، الدعارة، استغلال الأطفال،
الى غير ذلك من المتابعات القويه في هذا الملف، للعقوبه ديالها كتوصل ل 10 سنوات ولو انها جنحه. ولكن هذا الشيء كله جاء عن طريق ان خليه زيرو تفاهه تدخلت على الحق، تدخلت على الخط ديال ملف